مفيش عبادة ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بيها إلا وكان ليها فايدة على مستوى الدنيا والآخرة طبعا. لكن أحيانا إحنا مش بنشوف الفايدة اللي بيظهر لنا، بس المشقة في أداء العبادة دي من العبادات اللي بتمثل بركة وخير علينا في حياتنا وكمان في مماتنا وفي آخرتنا. قراءة القرآن واللي بيعتبر مش بس عبادة لكنه طبعا منهج بنمشي عليه وبنتبعه. اللي يبحث بقى في الأحاديث النبوية هيلاقي كتير منها بيوضح ان القرآن الكريم بيشفع لأهله يوم القيامة. طبعا برحب بالشيخ أشرف الفيل. أهلا بحضرتك شيخ أشرف. وفي الأحاديث اقترن القرآن بالصيام في مسألة الشفاعة. ليه الاثنين دول مع بعض؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. الحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى لما جه في الحديث وقال أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. تمام. الحديث كمل لنا قال يقول القرآن يا رب أي يعني منعته النوم بالليل، ويقول الصيام يا رب منعته الطعام والشراب بالنهار. هنا الاقتران جه لأسباب. أولا لأن الصيام فيه صفة متعلقة بصفة من صفات الله عز وجل. احنا قلنا الصيام في صفة مباشرة قوي بينه وبين الملائكة، يعني في صفة من صفات الملائكة، وفي صفة متعلقة بصفة من صفات الله. ايه؟ الله سبحانه وتعالى لا يأكل ولا يشرب، ونحن في الصوم لا نأكل ولا نشرب. ولكن احنا ما قلناش ان احنا خدنا صفة من صفات الله مباشرة، لأنه ما ينفعش. ليه بقى؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يأكل ولا يشرب، ولكنه سبحانه مستغن عن الطعام والشراب. أما نحن فلا نأكل ولا نشرب في الصيام، لكننا لا نستغنى عن الطعام والشراب. فعشان كده بقت صفة متعلقة بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. حضرتك عرفت دي؟ تمام. طيب القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. فجبريل تلقاه من الله، فهو كلام الله عز وجل. فالقرآن هو كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. تمام. يعني ما هوش خلق من المخلوقات خلقه الله سبحانه وتعالى كما يقول المبتدعين والضالين. إنما هو كلامه سبحانه وتعالى. فكلام ربنا سبحانه وتعالى لما أنا أقراه وأتعبد به فكأنني أتقرب إلى الله به. ولذلك جه في الحديث القدسي من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لأنك أنت لما تقرأ القرآن أنت مهتم بربنا سبحانه وتعالى أعظم اهتمام، وقاعد تتردد في كلام الله سبحانه وتعالى. وكلام ربنا سبحانه وتعالى له تعلق بروح العبد. تمام. شوف قصة الشفاعة تيجي ازاي برضو. ان القرآن متعلق بروح العبد، فالروح هي من صنع الله عز وجل ولا يطلع عليها أحد إلا الله، ومحدش يعرف عنها أي حاجة. ادي واحد. القرآن الكريم من ضمن فوائده أنه غذاء لهذا الروح. فالروح تتعلق بالقرآن الكريم، فيحدث تعلق ما بين الروح وما بين القرآن الكريم. فإذا جئنا يوم القيامة أصبح القرآن الكريم هو المتعلق بالروح. ادي الشفاعة. يعني أنا في الدنيا روحي متعلقة بالقرآن، فقاعد في الميكروباص بقرأ القرآن، في العربية بقرأ، في البيت، في كل مكان أنا اللي متعلق بي. أي روحي هي التي تتعلق. في الآخرة يأتي القرآن فيبحث عن الروح التي كانت تتعلق به ليتعلق بها فيكتملان. فهذا كلام الله سبحانه وتعالى. فأين يكون كلام الله؟ هل يكون كلام الله في النار؟ طيب. لا يمكن. نعم. القرآن بقى بيشفع لمين؟ للي حافظه، ولا اللي بيقراه مرة في السنة، ولا اللي بيقراه على طول، ولا اللي بيفهمه، ولا اللي بيقراه هو بيتهته فيه؟ لأنه اللي بيقراه بيتأتأ فيه ده بياخد ثواب برضه. بيشفع لمين؟ الحقيقة عايز أقول القرآن يشفع لكل اللي حضرتك قلت عليه كلهم جملة وتفصيلا. ليه بقى؟ كل واحد له قصة. الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر التعتع. الذي يقرأ القرآن ولا يفهمه، يعني هو مش فاهم، قاعد بيقرا زي الاجنبي، زي حتى واحد عربي لكن هو مش بيفكر في حاجه، قاعد بيقرا في القران. الذي يقرا القران ولا يفهم معاني كلمات القران الكريم ايضا الله سبحانه وتعالى يعطيه الاجر. قال له على كل حرف حسنه، والحسنه بعشر امثالها. قال لمن يقرا بفهم وبغير فهم، قال لمن يقرا بفهم وبغير فهم. اللي بيقرا بفهم وبيقرا من غير فهم، الاثنين مع بعض. طيب اعلاهم درجه عند الله عز وجل الماهر به، اللي هو بيقرأ ايه؟ القرآن. طيب اعلاهم اكثر من هذا الذي مش ما الماهر حافظ، فبس اللي اعلى من الماهر العامل به. لان ممكن واحد يكون ماهر بالتلاوة وبيقرأ كويس وبيحافظ كويس لكنه لا يعمل بما جاء في القرآن الكريم. وده واحد من اول الناس الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، اللي هو بيعملوا رياء او اللي بيقرأ بقى القرآن عشان يقالوا انه قارئ، يقولوا ان صوته جميل ما شاء الله حاجة كويسة، مش عارف ايه الشيخ فلان ده صوته كويس. او واحد بيقرأ
تكسبا او انت عارفه اللي الناس اللي احنا عندنا ساعات في فتره من الفترات بقى اللي يخلف عيل صغير ولا حاجه يبقى كل تركيزه ان يوديه مدرسه كوره. ليه؟ لان الجماعه بتوع الكوره بقى بيكسبوا دلوقتي، بيحاولوا يحفظوا القران ويطلع صوت جميل. ليه؟ لان الجماعه اللي بيقروا القران صوتهم حلو بيكسبوا. مساله مكسب، لا، القران الكريم لا يمكن ان يؤخذ على هذا المحمل، ولا يحل لصاحبه ان يفعل ذلك. انما القران ياخذ لانه كرامه من كرامه الله سبحانه وتعالى، فالانسان ما يقعدش ينزل من كرامه نفسه التي هي متعلقه بكرامه الله اللي هو القران الكريم. فلازم ما يبقاش الارتباط ارتباط مادي بصوره او باخرى.